السلام عليكم. لو قلت لك يا معلم تعالى هنشتري لابتوب هتاخد خصم 2000 جنيه، ايه رايك؟ عادي. ما هي يعني 2000 جنيه اليومين دول برضه مش حاجه، برضه معاك حق. طب لو قلت لك خصم 5000 جنيه؟ اه، شايف عينيك بدات تلمع. طب لو جيت قلت لك ان الخصم ممكن يعدي ال 10000 جنيه؟ استنى بس، طلع نفسي العقل فين؟ واحده واحده، تعالى اقول لك بنجيب الكلام ده منين. بص يا صديقي العزيز، دي تجربة شخصية، إعلان غير مدفوع بالمرة، يا رب يبقى فيه دفع بعد كده، لكن دي تجربة شخصية حبيت أنقلها لكم عشان الناس تستفيد منها. ودي تجربتي مع حاجة اسمها أو مع مكان اسمه تو بي أوتلت. ده ستور خاص بشركة تو بي الغنية عن التعريف، وخاص بأنه بيبيعوا فيه المنتجات اللي بتتعرض لمشاكل، سواء كان في التغليف كرتونة بايظة، او مشاكل في المظهر الخارجي خرابيش او خبطات او اي حاجه، او مشاكل في المكونات بتاعتهم ذات نفسهم. لو مشاكل في الكرتونه او مشاكل في الغضروف فصعب ان هو يبعته تاني يروح يتغير له فريم او ان هو يجيب كرتونه من بره، موضوع مكلف جدا. لو في مشكله بتبقى حاصله جوه الجهاز ذات نفسها كهاردوير محتاج يتغير، فبيبعت التوكيل الرسمي للشركه دي، مثلا لو ايسر، لو اتش بي، لو لينوفو. لما بيروح هناك بيبدا تتغير القطعه اللي فيها المشكله، لكن ما بترجعش للستورز الطبيعيه بتاعت تو بي، بترجع على تو بي اوتلت، وهنا بينزل سعرها نتيجه ان كان فيها مشكله وتم تغييرها بقطعه تانية او تم الاصلاح بقطعه تانية. الكلام دوت احنا مش مبتدعينه، الكلام ده موجود في شركه ايفون ذات نفسها، وهتلاقي ان في اجهزه من ايفون بتنزل كانت تتباع بسعر قليل نتيجه ان هي كان فيها مشكله واتصلحت ورجعت تتباع تاني، وبتتباع سيلد ومقفوله. واحيانا صديقي العزيز انت بتتغفل في الحته دي، واسال وهتلاقي ان كلامي صح. نرجع تاني للمرجوعنا. فده اللي خلاني من فتره قريبه قدرت ان انا انفذ من عندهم بيرشيسنج ب 44000 جنيه، وخدت عليه ديسكاونت 11000، بقى ب 33000 جنيه. ودي كانت زيارتي ليهم. طيب الناس كلها بتعمل ريفيوهات لمحلات الاكل، انا هعمل ريفيو ل تو بي اوتلت. تو بي اوتلت هو منفذ من منافذ خدمه تو بي، بس بيبقى عنده برودكت بيحصل فيها مشاكل نوعا ما، فسعرها بينزل بعد ما بتعمل صيانه. خلينا نخش نبص من عندهم ايه. فخير زي ما انتم شايفين كده اهوت، هتلاقوا عندنا السكشن بتاع اللابتوب. دوت مثلا سعر 34000 نازل من 43000، من هو 17000 نازل من 21000. وبيبقى كاتب ايه المشكله اللي كانت فيه. مثلا هنا تشينج سبيكر، يعني كان ده مغير السبيكر، هنا هو كان مغير المذر بورد وفي خدوش، فنازل من 32000 ل 19000 جنيه. الموضوع فعلا يستحق ان انت تيجي تشوف المكان وتاخد لفه فيه، انك هتلاقي منتجات كتيره جدا انت ممكن تكون محتاجها وباسعار مختلفه جدا عن السوق. هنا هو هتلاقي برنترات، هتلاقي كيبوردات، يعني هنا هو مثلا ديت كيبورد من مايكروسوفت، هنا من اتش بي. هتلاقي فيه كيبلز كونفرترز، هتلاقي فيه شنط، هتلاقي فيه سبيكرز، هتلاقي فيه زي كيسه ديت كله مكتوب عليها ايه المشكله اللي فيها، ان ديت فيها خدوش ومن غير الكرتونه بتاعتها. الموضوع يستحق. واجمل حاجه عندهم من الناس ان هو يعني سبورتيف جدا، ان انت لو عندك اي مشكله في خلال سنه ضمان تقدر تيجي تدخل الايتم اللي انت اشتريتها للصيانه عندهم، وبيديك تو اوبشن. لو في مثلا مشكله كبيره، اللي هو بيديك اوبشن من اتنين، يا اما ان انت تغير بايتم تانية، او ان انت تشتري بفلوسك. شكرا جدا ليكم، وبجد مبسوط جدا انا بعرفت عليك. سلام.